السلام عليكم. الفيديو ده يا جماعة للمخطوبين مهم جدا. يعني حياتك كلها اللي جاية في الجواز هي بتبدأ في الخطوبة. سبيل المثال، ما تاخدش حد على عيبه. ما تقولش آه هيتغير بعد الجواز. ما تاخدش حد وهو في عيب تقول هيتغير بعد الجواز. ما تاخديش حد تقولي هيتغير بعد الجواز. ما فيش حد بيتغير بعد الجواز، كل واحد بطبعه بيفضل زي ما هو. طب ايه الحل؟ الحل انك تاخد اللي تقدر تستحمل عيوبه. اللي تقدر تستحمل عيوبه هو اللي هتقدر تكمل معاه. اللي ما تقدرش تستحمل عيوبه مش الحياة هتبقى مستحيلة. تقول بعد الجواز، حد يقول لك لا بعد الجواز هتبقى هتفهمك، حد يقول لك لا بعد الجواز بس هو هيتعتل بس لما يتجوز ويبقى ليه بيت. مش هيحصل. واي حد متجوز بيشوف الفيديو ده عارف ان انا بتكلم صح. مش هيحصل. واسال المتجوزين حوالين منك او اسالي المتجوزين حوالين منك. مفيش حد بيتغير بعد الجواز. خد اللي انت شايف عيوبه دي تقدر تستحملها انت. خدي اللي انت شايفاه عيوبه تقدري تستحمليها. ده هو المفيد. ده اللي يخليك تعيش مرتاح. لكن في عيوب انت مش هتقدر او انت مش هتقدري تغيريها. مش هتقدري تغيريها بس مش هتقدري تستحمليها. سيبيه. مش هتقدر تستحملها. سيبها. ده اصلح ليك وليها. يمكن يجي حد يفهمها، يمكن يجي حد يفهمك، يمكن العيب فيك وانت مش عارف. فحاول انت تصلح من نفسك. يمكن العيب فيك انت برضو مش عارفة. حاولي تصلحي من نفسك. لكن ما تاخدوش قرار تتجوزوا تكتبوا الكتاب ده الا لما تكون انت واثق 1,000,000% ان الشخصية دي هي اللي انت بتتمناها. انت واثقة الراجل ده هو اللي نفسك تكملي عمرك معاه. بعيوبه بعيوبها مش هتتغير. يعني كلنا فينا عيوب. مفيش حد فينا ملاك. مفيش راجل كامل ولا ست كامله. كلنا فينا عيوب. بس في عيوب بني ادم يقدر يستحملها في بني ادم، وفي عيوب مستحيله. بس لو قلت لنفسك او ضحكت على نفسك هتتغير. هيتغير. فهتعاني. مفيش حد بيتغير. اللي فيه طبع بيعيش ويموت بيه خلاص. اللي هو قرر او شايف ان في حاجه مضايقاه الناس منه وقرر هو من نفسه يصلحها هتتصلح وهتبقى باذن الله كويسه. وفي قصص كتير انا ممكن احكي دي بكره. ممكن احكي لي حاجات لبكره كتير. بس يعني الجواز مش وحش عشان ما مش بطلع اتكلم مثلا او ان حد يشوف الفيديو يقول ده معقد لا. الجواز مش في حاجات حلوه في الجواز كتير. في حاجات وحشه. قادر تستحمل الوحش بتاعه خلاص بتكمل. مش قادر تستحمل الوحش بتاعه ما بتكملش. بس في الاخر بينتج عن ده ايه؟ يا طلاق، اطفال بعيد عن عايشين متفرقين بين اب وام متفرقين. بينتج عنه حاجات وحشه. احنا عايزين الدنيا تبقى احسن لاني بنتكلم دلوقتي بالشكل ده. نسب الطلاق يا جماعه زادت جامد قوي. يعني بص لعيلتك، بص لعيلتك، بص كل عيله فيها تلاقي واحد واحده اتنين، واحد اتنين متطلق. بقت كتير قوي. وكل ده يعني لو تبص الكل يقول لك ايه ايه رايك في الجواز؟ فالمقولة المشهورة المعروفة فاشل. لا هو مش فاشل. ناجح. ناجح. الناس في ناس بتحب بعض وبتستحمل بعض والاكتر حاجة بنصح بيها واحد خاطب واحدة او واحد بيدور على واحدة او واحدة بتدور على واحد. انت لو بتحبها وبتحبك لا الحياة هتبقى مختلفة. هتبقى جميلة. هتبقى كويسة لو في حب قبل الجواز. يعني انا مش عايز اتكلم خالص عن جواز الصالونات ده. يعني جواز الصالونات ده يعني يمكن 60-70% منه فاشل. قليل قوي ان تطلع حالة ناجحة. قليل. يعني انا مش عايز اديك النسب عالية لا بس فاشل بنسبة كبيرة. نسب قليلة اللي بتنجح في جواز الصالونات. لان هو جوار على جواز عشان تصون نفسك وانت بتدور عريس عشان تصون نفسك عايز تفتح بيت بس في الاخر ممكن تتفاجئ بعيوب انت ما تقدرش تستحملها بعد كده. وهي نفس القصه بتتفاجئ بعيوب وهي ما تقدرش تستحملها وتبقى بينتج عنه طلاق، قتل، تشرد اطفال. مش تشرد يعني خلاص لما يبقى اب بعيد ام بعيده تلاقي الدنيا اتفرقت. وعناد
وتلاقي في الاخر الكلام بيجي على حاجات تافهه وبالعفش قايمه، الكلام كله تافه. هم مش باصين ان هم دمروا بيت. بصوا بعد كده حاجات تافهه ويرجع هو يقول يا ريتني، ترجع هي تقول يا ريتني، يا ريتني ما كنت، يا ريتني كنت فكرت، يا ريتني ما كنت خدتك، يا ريتني ما كنت خدتك. ويلعنوا اليوم اللي اتجوزوا فيه ويجيبوا لنا اطفال بسم الله ما شاء الله مكتئبه من الجواز. فمش عايزين الدنيا يعني اللي نفسه في حياته تبقى احسن ياخد بنصيحه. خد كلامي ده، انا مش هتثق فيا مجرد ما انا اتكلم معاك كده. ده خد كلامي ده، اسال في حد قريب منك، اسالي في حد قريب منك متجوز اساله في الكلام ده، فرجه الفيديو قول له ايه رايك في الكلام ده، شوف هينصحك كمان. اكيد هتثق في القريب منك ده اكتر مني. تمام. انا كل اللي عايزه ان انا يعني بكسب ثواب، يعني بكسب ثواب بجد، ان انا اما اتدفن في التربه ابقى سايب حاجه يعني صدقه جاريه زي ما بيقولوا. فانا عايز الناس كلها تفرح، تبقى مبسوطه، ما تبقاش مكتئب معقد، تعيش طول عمرك تقول يا ريتني ما كنت خدت، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريتني ما لا. عشان تعيش احسن هو ده اللي تعمله. ان ما حبيتش بنت ما تتجوزهاش، ان ما حبيتيش ولد وحب حب مش حب الشكل، حب البني ادم لشخصيه، لان الشكل كده كده تجاعيد هتيجي على وشك وهتقرع وهتبقى حلوه قوي. لا الشكل كده كده ايه، رايح في 60 داهيه، رايح في 60 يعني. سنه الحياه، كلنا بنكبر وبنعجز وبنكرمش. ف احب الشخصيه، احب الروح. لو هي بتحبك هتعدي لك اي حاجه، لو انت بتحبها هتعدي لك اي حاجه. حب حقيقي طبعا، الناس دي تفهمني. حب حقيقي لو بتحبها هتعدي اي حاجه، هتلاقي الحياه سهله والحياه حلوه، وتجيبوا اطفال بيحبوكم وبتحبوهم، وتحس عمرك كله انك عشت سعيد، ما عشتش متضايق وعايش على كلمه يا ريتني. انت عايشه على كلمه يا ريتني، يا ريتني كنت خدت ابن خالتي، يا ريتني الواد اللي كان فوق مننا كان. لا مش كان هو نصيب في الاول وفي الاخر. مهما جريت منه وراك، الجواز ده زي الموت يعني، مكتوب بميعاد محدد بشخص مهما عملت. وربنا يا رب يسعد الجميع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، اشترك في القناة، شير الفيديو غيرك يستفيد. عندك اي تعليق، حاجة عايز تقولها، عندك مشكلة او عندك مشكلة عايز احلها، اكتبها في تعليق وانا اعمل لك فيديو بيها. ومتشكر ليكم جدا. مع السلامة.